تجديد لياو ورحيل مارتينيز وصفقات وتجديدات نادي الجانرز نادي ارسنال، كل ده واكتر هتشوفه في الفيديو ده. متنساش بقى تنزل تضغط اللايك عشان احنا الدنيا وقعت في اليوتيوب خالص. تشترك في القناه لسه ما اشتركتش. معاك مصطفى حسام في احمد فابيض. يلا بينا. ايه اللي بيحصل ده؟ ولا يهمك. انا طلعت في التلفزيون، انت شفتني كنت هاي. بص يا سيدي، تجديد لياو. رافائيل لياو يعني كان في كلام طلع من بيب جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل كده ان هو لا، لياو في حساباتنا، ممكن نفكر نجيبه. لياو جناح مفيش فرقه في العالم ما تتمناهوش يعني، لكن هو هيجدد مع اي سي ميلان خلاص. باولو مالديني المدير الرياضي، مش المدير الفني، المدير الرياضي لنادي اي سي ميلان، طبعا المدافع الاسطوري يعني، قال لك خلاص رافائيل لياو هيجدد لحد 2028، والكلام يتقفل في الموضوع ده. لان هو لو كان هيروح في حته كان بيب جوارديولا اتكلم عليه ان هو يروح السيتي مش اكتر. الناحيه التانية لوتارو مارتينيز، وانا بصراحه مش عمري لو انا بشتغل في انتر ميلان عمري ما كنت هوافق على الصفقه اللي انا هقولها لك دي. فانا رايي من قبل ما اقول لك ان هم مش هيوافقوا. تشيلسي عاوز يشتري لوتارو مارتينيز ويدي انتر ميلان لوكاكو وفوقيه فلوس. طيب لوكاكو بيلعب في انتر ميلان؟ لا. في اعتماد عليه؟ لا. فين وفين لما بيلعب؟ جاب جون ضد بورتو تقريبا، او يعني لما بيلعب بيجيب اجوان، بس هما ما بيعتمدوش عليه بشكل اساسي، مش عايزينه. فانت هتشربه لهم ومش اعاره، ما واخدينه اعاره يعني، هيرجع تشيلسي نهايه الموسم، هتشربه لهم وتديهم فيهم فلوس وتاخد لوتارو مارتينيز كمان. ده انت متفائل قوي. طب يا اخي اقول لي انا هاخد لوتارو وادفع فلوس ولوكاكو يرجع لي اخر الموسم يعني كده. يعني حاول تضحك عليا، لو انا بشتغل في انتر ميلان حاول تضحك عليا، لكن انت عايز تشرب لي لوكاكو وتاخد لوتارو كمان. العب بيد زيكو ولا بقى مهاجم ولا ايه؟ بس كده لوحده، بغض النظر للجون يعني اللي جابه امبارح، يعني اول امبارح في اي سي ميلان، يعني الباك اليمين كالياري ولا مش عارف اسمه ايه، مش فاكر اسمه، قد كده. المهم يعني، فانا شايف ان الصفقه دي مش هتحصل بالمنظر. ممكن يبقى فيها شويه يعني خد وهات، لكن مش هتحصل بالسهوله دي. امرني الله الحبيبي. نيجي بقى الارسنال. الناحيه الثانيه بيجدد لساكا خلاص لحد 2028 برضه، بيجدد لرامز ديل. اللي انا بقول لك رامز ديل ده هيبقى احسن حارس في العالم، هو ده مستقبل الحراسه في العالم. سيبك من دوناروما، مش بتوع الكتاكيت اللي هو قاعد فيه ده في باريس سان جيرمان، يعني خليهم قاعدين يجيبوا الكتاكيت يكبروها بس، مش حاجه ثانيه، ويجيبوا فراخ عتقيه ينيموها، مش حاجه ثانيه. ودول هيجددوا لحد 2028. ويليام صليبه لسه ما بدأوش معاه، لسه ما فيش كلام ان احنا هنقعد معاك ونجدد زي ساكا ورامز ديل، فالدور عليه جاي لسه، لكن هما لسه ما قعدوش معاه. طبعا ساكا كان فيه كلام خايف برضه جماهير ارسنال يروح السيتي. حتى واحد صاحبي كان بيقول لي كده اول الموسم، قلت له بيب جوارديولا عايز جناح اقوى من ساكا، يعني هو مش هيفكر يجيب ساكا خالص، مش ساكا قليل، بس هو عايز حد اقوى من كده. يعني بيب جوارديولا طموحاته اكبر من كده، زي لياو كده مثلا بيرشق على طول، واخد بالك؟ ساكا جه قدام السيتي ما مش موجود. رافائيل لياو لو مع ارسنال مثلا قدام السيتي، رافائيل لياو، فده الفرق يعني. رامز ديل انا نفسي راح ريال مدريد بصراحه، ما اكذبش عليك. الكاركتر ده والشخصيه دي تلاقي على ريال مدريد، بس طبعا ده مش هيحصل. وسليبه ما افتكرش ان هو هيروح في حته، يعني هيتقدم معاه عادي. طبعا صفقات ارسنال بقى، انا ملاحظ ان مفيش كلام غير في نص الملعب. ديكلان رايس اللي ليفربول بيتكلم عليه ارسنال بيتكلم عليه، روبن نيفيز اللي برشلونه اتكلم عليه وروبن نيفيز رفض يروح برشلونه، الموضوع اللي كلمتك فيه امبارح. نفس الكلام هو ارسنال بيتكلم عليه. طيب هو انتوا مش هتجيبوا لعيبه غير في نص الملعب يعني انت عندك توماس بارتي، عندك جورجينيو، عندك تشاكا، يعني يا سيدي هات واحد، عندك النني، يا سيدي هات واحد ماشي، ديكلان رايس او روبن نيفيز ماشي، ما قلتلكش حاجه، لكن انت مش ملاحظ انت محتاج مساكين،
محتاج باكات. يعني تيرني اللي بيقول هيروح استون فيلا، سيبه يا عم يخوض في ده وهات باكات. انا يعني مش فاهم، هل انت مش مثلا مش محتاج بديل لساكا؟ وريس نيلسون ده بقى تشوف كان جاله 8 اعاره من فريق كده بقى، مش فاكر كان جاله عرض اعاره مثلا يعني. ولا انت لا ما تعملوش الحاجات الحرام دي. ده جيبوه في اللعيبه في نص الملعب بس، وانت ريال مدريد بكل اللعيبه الحلوه المستقبل اللي في الفرقه، وتقول ياه ده ايه الجمدان ده، كلهم في نص الملعب. وطبعا رودريجو وفينيسيوس، بس مش موضوعنا يعني. خلاص. في يعني ارسنال محتاج صفقات تانية والله، في حاجات يعني في مراكز تانية والله. في مراكز تانية والله العظيم. فانا مستني ان يطلع كلام بقى. يعني انت المفروض عامل الهوم ورك بتاعك من بدري، عارف انت محتاج ايه من السوق. لكن الاقي داكن رايس وروبن، ايه ده، في ايه؟ في ايه يا راجل؟ احنا هنفضل في الخيله الكدابه دي على طول؟ انت هتقعد تلعب دوري الابطال وما عايز تطلع من هو تجدع من برشلونه. برشلونه بيطلع هو معاه ليفاندوسكي ومعاه انسو فاتي وعثمان ديمبلي والناس دي كلها الجامده، وبيدري وجافي، وبيطلع من الدوري الاوروبي كمان. عايز تحصله؟ فنصحصح مع بعض كده شويه. استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ انا استفدت ايه؟ اخر الفيديو يعني ما كنتش ناوي اعمل كده، بس يعني حسيت انه واجب عليا بصراحه. في واحده في الكومنتات او يعني متابعه للقناه دايما، يعني من الكلام اللي هي قالت كلام كتير في حقي كويس يعني بصراحه. اسمها سما محمد، انا ما اعرفش بقى هل هي انسه مثلا ولا ست كبيره، ما اعرفش. بس انا حبيت اشكرها يعني على الكلام الكتير الحلو اللي قالته له بصراحه. يعني متشكر قوي بجد. بس في المواقف اللي زي دي هو ده اخري، ما بعملش حاجه اكتر من كده. بس كده ده كان الفيديو. سلام عليكم.